ورحمة الله وبركاته. أكيد كتير من حضراتكم شاهد تصريح الكابتن محمد أبو تريكة من على قناة نايل سبورت. يا رب تكون القناة صح اللي هي نايل سبورت، اللي هو طبعا بيحلل من عليها ماتشات الكورة والكلام ده كله. لما سمعنا له كده يعني احنا بتوع كله بنتكلم في كله، كان بيدين كل الدول العربية ان هم تخلوا عن القضية وداعمين ضدهم مش عكسهم، يعني داعمين للشق الثاني ولكن مش لأهالي القضية اللي هي الإسلامية. الكلام واضح طبعا رايح لفين ورايح لمين، لان انا مش عايز اوضح هنا منعا لحذف الفيديو او حذف القناة. فناس كتير طبعا رفعت شعار المحبة والفخر للكابتن محمد ابو تريكة ان هو بطل فعلا، يعني اللي طلع وقدر يتكلم ويوصل رسالة زي دي للدول العربية، وكانت على رأسهم مصر. يعني هو اتك شوية على مصر الكابتن محمد ابو تريكة بما انه هو مصري، فجاء على بلده شوية. يعني قال ان مصر دي متخلية عنهم لدرجة ان حتى مش عارفة تدخل لهم لا اكل ولا شرب ولا اغذية ولا ادوية ولا اي نوع يعني من المساعدات على سبيل كلامه. ده الكلام اللي احنا سمعناه، وده الهاشتاج اللي اتصدر لآلاف من المشاهدين والمتابعين للكابتن محمد ابو تريكة، وناس كتير جدا طلعت تصفق ليه احتراما وتقديرا للتصريح بتاعه او للكلمة بتاعته. احنا بتوع كله من على قناة نايل سبورت. ولكن طيب بعد ما اكتشفنا ان مصر كانت قلبا وقالبا من بداية القضية حتى الآن، وعلى مدار ما يقرب يعني من 17 يوم او 19 يوم تقريبا، يعني مصدرين هاشتاج لا للتهجير. يعني كلنا شاهدنا وعرفنا موقف مصر المحترم، موقف مصر النبيل، موقف مصر المشرف، موقف مصر البطولي، من رئيس دولة لجيش دولة لشرطة دولة لشعب دولة. يعني كل هؤلاء يجتمعوا في إناء واحد، مصر. طيب فين موقفك هنا يا كابتن محمد أبو تريكة؟ يعني فين موقفك؟ يعني في من المعارضين المصريين اللي هم خارج البلاد كانوا قلبا وقالبا مع قرار أو مع كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما رفض التهجير، وصدرنا هاشتاج لا للتهجير. وكد يعني وصلنا للعالم كله ان احنا متمسكين بالقضية دي، مش مشاركين فيها. يعني فين موقفك هنا؟ يعني يا ريت زي ما حضرتك طلعت ووصلت للناس من على قناة نايل سبورت ان احنا بتوع كله، تطلع كمان تصلح موقفك اتجاه وطنك واتجاه بلدك. انا مش بنتقد الكابتن محمد ابو تريكة، انا على المستوى الشخصي بحترم الكابتن محمد ابو تريكة، ولكن انا بقدم محتوى يعني زي باقي الناس. ليه يعني الواحد بس بيبقى يعني بيتضايق جدا لما بنمسك في بلدنا من الناحية اللي هي عايزين نمس فيها بلدنا بسوء، يعني عايزين نمس بلدنا فيها بسوء. ولكن عندما يكون أو نكتشف الحقيقة إن بلدنا وقادة بلدنا ورئيس بلدنا وجيش بلدنا وشرطة بلدنا وشعب بلدنا هو الشعب القوي والرئيس القوي والجيش القوي والشرطة القوية، وإن احنا على حق، بنلاقي الناس أو في بعض الناس بياخدوا جانب وبيعملوا من بينها مش من هنا. طيب يعني كنا نتمنى ان انت تطلع تصلح الموقف، او بلاش تصلح الموقف ولا تعتذر على الكلام اللي انت قلته، ولكن كان تطلع يعني تدافع او تكون واجهة لبلدك ولرئيسك ولجيشك، وتحترم الموقف كمان ان موقف بطولي. يعني بعيدا عن ان يكون موقف انساني، موقف بطولي ان مصر تتعرض الى هجوم بالطريقة دي من جوانب كتير، مش جانب واحد، من جوانب كتير، وحضراتكم فاهمين الكلام رايح فين. وفي مقابل ان تخلي اخواتنا على ارضهم، حفاظا على ارضهم وعلى عرضهم، وممتدين ليهم مش بالمساعدات، ممتدين ليهم بالرعاية وبالعناية، ومكملين ان شاء الله. يعني فالموقف ده يعني ناس كتير طلعت من المعارضين وقفوا احتراما واجلالا لفخامة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولجيشه وللشرطة وللشعب وللأرض المصرية، وانحنوا ليه احتراما وتقديرا.
حتى إذا كانوا مختلفين في بعض الأمور، في بعض الأمور المصرية من الداخل، زي ارتفاع أسعار، ده كله كلام فاضي بجوار اللي احنا بنتكلم فيه الآن وما يحدث في المنطقة يعني. فكان ممكن تطلع يعني توصل للناس يعني ان بلدي وطني، مصر قادمة للأمام، قادمة للأمام، وإن شاء الله دايما قادمين للأمام بأمر الله، وفي نصر وفي عزة، وكله بأمر الله، بأمر الله تعالى يعني. يا ريت تشاركوا المقطع ده أو تشاركوا الفيديو ده كده بعمل لايك عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. أكون شاكر لحضراتكم جدا. وفي نهاية الفيديو بوصل لحضراتكم، عشان أنا واثق ومتأكد وعارف إن محبين الكابتن محمد أبو تريكة كتير جدا. أنا مش بنتقد منه بسخرية، ولكن دي رسالة حبيت أوصلها للناس، إن في فعلا جانب من الناس بيحبوا ينتقدوا البلد في بعض الأساليب السخيفة، أو اتهامها بأشياء ما حصلتش، ولكن عند ظهور الحقيقة بنشوف الناس دي سكم بكم فهم عمي لا يبصرون. تحياتي واحترام وتقدير لحضراتكم جميعا، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.